ممكن نعمل زراعة الشعر دي ستات ورجالة ولا اقتصرت على تتعمل لستات ورجاله، وستات كتيرة بتعملها. في ستات بيبقى عندهم الخط بتاع الشعر في الجبهة ده ساحب لورا شوية، ده وراثة بتبقى وراثة. طب انا عايز اطلع الخط ده قدام شوية، نقوم عاملين زرع شعر، ازرع الخط اللي قدام ده يبقى الشعر الخط بتاعه رجع شوية. في ستات بتعاني مثلا من حاجة مناعية، ضعف معين ادى الى تساقط الشعر. تمام. هي بتبقى علاج مرحلي. بنبدا الاول بالنسبه للسيدات الحقن او العلاج الدوائي. نشوف الاول ايه السبب اللي ادى لتساقط الشعر ده. ممكن الانيميا او الحاله النفسيه تؤدي الى تساقط الشعر. لو عالجتيهم الشعر يرجع ايه هو دلوقتي الشعر دكتور ما يعني كعلاج اللي هو الموضعي ده ما بيعملش حاجه. احنا جربنا كل العلاجات الموضعيه وكريمات على حسب كل حد على حسب. في ناس بتستجيب. طيب انا جربت العلاج الموضعي ده وما استجابش، خلاص يبقى الحل النهائي ايه؟ ازرع شعر عشان اسد ايه. وده بيطول بقى عادي ويتقص كله شعر عادي. بس هي الفكره انه بعد ما يتزرع بيبقى في بروتوكول معين. يعني مثلا ما نقصوش بالمقص لمده 6 شهور. ما لو الرجاله مثلا ما تحلقش زيرو او موس الا بعد سنه. تمام. فبيبقى في تعليمات معينه. ما طبعا بالنسبه للستات ما فيش صبغه، ما فيش لا، اي حاجه بتضعف الشعر او اي كيميكال. الشعر المزروع طبعا هيبقى ايه القوه بتاعته مش زي الشعر الطبيعي 100%. ايه ده يعني بعد ما تزرع مش هتصبغ خالص؟ مش بمعدل كبير، عشان اي حاجه كيميائيه ممكن تضعف الشعر اللي مزروعه دي. طب وهيطلع ابيض بقى ولا يطلع بلون الشعر؟ لا، بيطلع لون الحته اللي انا واخدها منها. يعني لو واخد من جزء فيه شعر اسود هيطلع الشعر اسود. ومش هيبيض مع الزمن؟ لا، ممكن يبيض مع الزمن. ما هو اللي مسؤول عن السواد بتاع الشعر ده بتبقى خلايا صبغيه في الجدر بتاع الشعر. الخلايا الصبغيه دي بيبقى لها فتره عمر افتراضي. في ناس بيقعد مثلا لحد 60 سنه و70 سنه شعرهم اسود، وفي ناس من اوائل الثلاثينات تلاقي شعره ابيض. بيقول لك ده من الخضه. مش من الخضه، هي بتبقى جينات.